السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بما ان النتيجه ظهرت وكتابه الرغبات خلاص كمان يومين، اكتر سؤال بيتبعت لي او بشوفه كتير على السوشيال ميديا: انا ما جبتش النتيجه اللي نفسي فيها، او انا ما جبتش نتيجه مرضيه ومش عارف اعمل ايه بالدرجه بتاعتي. طيب هو مجموع الثانويه العامه بيحدد مستقبلك فعلا؟ السؤال ده اجابته هتعتمد عليك انت. يعني لو انت اول ما طلعت النتيجه لقيت المجموع مش عاجبك او مش هيدخلك الكليه اللي نفسك فيها، فانت دخلت في مود اكتئاب بقى واتضايقت، ولما طلعت كتابه الرغبات كتبت اي كليه وخلاص، وبعد كده عديت سنين الكليه تطلع باي شهاده، كده انت سمحت للمجموع بتاعك ان هو يحدد مستقبلك كله بعد كده، وعشان فشلت في سنه حكمت على نفسك ان انت تفشل كل السنين اللي بعدها. في حين ان في واحد تاني الدرجه طلعت مش هو المجموع اللي هو نفسه فيه، لكن خلاص زعل يومين وانتهى الامر، وابتدى يفكر ايه اللي ممكن يعمله بعد كده، وابتدى يسال على الكليات وايه الكليات اللي هتبقى متاحه للمجموع بتاعه، واشتغل على نفسه هيمشي لقدام. اغلب اللي بيخش ثانوي بيفكر بعقليه ان هو طريق واحد هو الصح وباقي الطرق معناها ان انا ما نجحتش، والواقع مش كده اساسا. زي ما في دكاتره شطار جدا، في خريجين حقوق شطار جدا، وفي خريجين تجاره كويسين خالص. النجاح مش طريق واحد او حاجه واحده، ما توهمش نفسك بكده. النجاح والتفوق بتاعك بيعتمد عليك انت، مش بيعتمد على الكليه. من 20 سنه مثلا كنت هقول لك فعلا الكليه هي اهم حاجه، لان المعلومات اللي موجوده في الكليه والكتب المتاحه في الكليه مش متاحه في اي مكان تاني. لكن دلوقتي انت ممكن تلاقي على اليوتيوب مدرسين واساتذه افضل بكتير جدا من اللي عندك في الجامعه. انا لما دخلت كليه الطب كنت فاكر ان انا لما احضر المحاضرات واحضر السكاشن وارجع البيت اذاكر الكتب بتاعتي كده انا هبقى دكتور ممتاز وشاطر، لكن اكتشفت ان انا لازم اقرا ابحاث واحضر مؤتمرات واشوف محاضرات زياده واتفرج على اليوتيوب واعمل ابحاث عشان اطور نفسي كدكتور. دلوقتي في مجالات كامله معتمده على السيلف ليرنينج والمذاكره الاونلاين، حاجات زي الاي اي تكنولوجيز والكمبيوتر ساينس والبروجرامينج. الحاجات دي كلها معتمده ان انت هتذاكر مع نفسك، حتى لو في حد بيديك محاضرات معتمده برضك ان انت هتدور وتبحث وتطلع المعلومه. نجاحك وتفوقك معتمد على ان انت تشتغل على نفسك. يعني ايا كان المجموع بتاعك انت اللي هتقرر، سواء يوقفك في مكانك او يزقك لقدام. فكره ان الكليه دي هتخليني كويس او الكليه دي مش هتخليني اتطور، دي يعني فكره عفى عليها الزمن. لو انت مجموعك من 50 ل 80، نصيحتي ليك هي ان رقم واحد، انت كده كده مضطر تنتظر التنسيق وتشوف النتيجه والكليات اللي هتبقى متاحه ليك. خلاص اثناء الانتظار دوت بص على تنسيق السنه اللي فاتت، لان غالبا تنسيق السنه دي هيبقى قريب منه. شوف المجموع بتاعك ايه الكليات اللي كانت متاحه ليه في تنسيق السنه اللي فاتت، وابتدي حدد ايه الكليات اللي انت شايفها مناسبه ليك او انت تعرف ايه عن الكليات دي، وابتدي دور على ناس دخلت الكليه. لو الناس دي تعرفهم معرفه شخصيه كويس جدا، روح واسالهم واستفسر منهم عن كل حاجه. ولو انت ما فيش حد تعرفه معرفه شخصيه، ممكن تدور على السوشيال ميديا، هتلاقي ناس كتير جدا عامله صفحات وهم اساسا دخلوا كليه كذا او عملوا كليه كذا. اسالهم واستفسر منهم وطلع كل المعلومات اللي ممكن تساعدك تحدد سواء الكليه دي مناسبه ليك او لا. لازم تبني فكره مسبقه عن الحاجه اللي انت هتختارها دي، ما تختارش بعشوائيه ابدا. الفكره كلها انك تسال حد كان متفوق في الكليه دي او كان حاببها وانجز فيها، ما تروحش تسال حد كان كاره الكليه هيكرهك في الكليه وهيحسسك ان الكليه ملهاش مستقبل. حاجه كمان، انت ممكن تخش صفحه اي جامعه وتشوف التخصصات المختلفه المتاحه وتختار التخصص وتشوف المنهج او المقرر الدراسي بتاعه ايه، وايه اللي المفروض تطلع منه من الاربع سنين بتوع الكليه مثلا. يعني باختصار شوف ايه الكليات اللي هتبقى متاحه ليك، وحدد انه اكتر كليه ملائمه لشخصيتك وتقدر تطلع منها باكبر استفاده. انا عارف ان اغلبكم طول السنه مقرر انا عاوز كليه كذا وبيذاكر وبيجتهد عشان يوصل للكليه دي، وبالتالي لو انت الدرجه بتاعتك فرقت معاك شويه بتحس نفسك محبط وان الطريق قدامك اتسد. ان انت تحيز دماغك وتحدد نفسك في حاجه معينه وان ما يبقاش في اي اوبشن تاني، ده حاجه غلط اساسا. للاسف محدش بيقول لنا الكلام دوت، واغلب الناس اللي يا اما علم علوم وبيفكر في كليات طبيه وبس، يا اما علم رياضه وبيفكر في هندسه وخلاص. ونصيحه سريعه للناس اللي فرقت معاهم كليات طبيه على حاجه بسيطه: فكر في كليه فنون جميله فيها قسم ديكور وفيها قسم عماره، اقسام دراستها جميله جدا وليها شغل. وفكر في كليه علوم، التخصصات بتاعتها حلوه جدا ومجالاتها واسعه خالص، هتبقى معاك مهارات تاهلك تشتغل حاجات كتير جدا. بالنسبه للناس اللي مجموعها اقل من 60% مثلا، كليه اداب وكليه حقوق وكليه تربيه بينزل منها انتساب. الفرق بس هو انك مش ملزم تحضر المحاضرات زي بتاع الانتظام، ولو اول سنه جبت جيد جدا بتتحول انتظام، وفي كل الاحوال بتاخد شهاده زيك زي اللي دخل انتظام عادي. وفي الاخر اللي عاوز اقوله لك، ما تخليش حد يضغط عليك او يضايقك، الطريق لسه قدامك مفتوح ايا كان درجتك، وهتتاح لك فرص كتير بعد كده. الفكره ان انت تبقى جاهز عشان تستغلها مش اكتر.